اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ معاكم سومة من مطبخ سومي سومة. النهاردة هعمل البطاطا بشكل مختلف شوية. ومكونات بسيطة من البيت يعني للولاد اللي مش بيحبوا البطاطا، او لو في مثلا ماما مثلا عايزة طعم البطاطا ما يبانش في الاكل وكده، فانا هعملها بطريقه بسيطه وسهله بمكونات من اللي عندنا في البيت. هجيب كيلو بطاطا او كيلو ونص بطاطا، بغسلهم كويس وبشويهم في الفرن. وبعدين عندي باكت جيلي مانجا اي نوع، وكوبايه لبن وثلاث معالق سكر ومعلقتين جوز هند وثلاث معالق نشا. بجيب عندي البطاطا بقشرها وبروح هرساها كويس بمعلقة سمنة كده، بلدي مثلا او عادية يعني حسب الموجود عندك، بس طبعا البلدي هيبقى طعمها مختلف. وبجيب الجوز هند بروح مقلباهم في بعض، وبعدين بروح فرداها في الصينية كويس. وبجيب عندي كوباية اللبن والنشا. بجيب اللبن بحطه في اي كسرولة او اي حاجة عندك. بعدين بجيب 3 معالق نشا، بروح مقلباهم على البارد كده، يعني هعمل زي مهلبية كده بس تقيلة شوية. وبجيب النشا وبروح مقلباها والسكر عندي معلقتين او 3 حسب ما انتي تحبي الطعم يعني، بس هو 3 بيبقى مظبوط. بروح مقلباهم كويس في بعض وفاتحة النار، وما سيبش ايدي بقى من التقليب عشان ما يكلكعش وكده، وافضل اقلب مستمر لحد ما اوصل عندي القوام كريمي كده، علشان ما يبقاش خفيف قوي، قوام كريمي كده متوسط يعني، عشان لما احطه على البطاطا يكون متماسك كده. وبجيب عندي المهلبية بروح قلباها على البطاطا ومسوياها كده كويس في الصينية يعني. وبعدين بعد ما بسويها كويس كده من على الوش، بروح واخداها حطها في التلاجة مثلا نص ساعة كده، بس الوش عندي يبقى متماسك كده علشان لما اجي احط الجيلي ما يبقاش فيه فراغات والجيلي ينزل تحت. وبجيب عندي بقى بعد ما بحطها في التلاجة بكون مجهز بقى الجيلي، بجيب باكيت الجيلي ومعلقتين سكر عندي. بحط سكر على الجيلي عشان هو في العادي بيبقى مش مسكر قوي يعني، فانا بزود عليه معلقتين سكر وانا بعمله. بروح مدفية كوباية مية واحدة، مش كوبايتين، عشان انا عايزة الجيلي تقيل شوية غير اللي احنا بنعمله في الكوبايات. بحط كوباية مية واحدة على الباكت الجيلي، وبروح مقلبة كويس قوي لحد يعني ما المية تغلي، بروح مقلبة كويس قوي لحد ما يدوب، وعليه معلقتين سكر علشان طعمه يبقى يعني كويس مظبوط، ما يبقاش طعمه فيه مزازة كده شوية، ومبقاش مسكر يعني من على الوش. وبقلب بقى كويس خالص لحد ما كله يدوب كده، وبطفي عليه واسيبه بقى يبرد خالص قبل ما اقلبه يعني على البطاطا وكده. واجيب عندي معلقة بقى كده قبل ما اقلب على الوش، بروح جايبة معلقة وبنزل عليها الجيلي عشان ما يعملش كده عندي حفر في قلب المهلبية من على الوش وينزل لتحت، عشان يبقى على الوش كده متماسك. واقلبه كله. ولو عندك اي مثلا قطع مانجا او حاجة، انا ما كانش متوفر عندي وما لقيتهاش اصلا يعني متوفرة دلوقتي عشان احنا في الشتاء، فانتي لو عندك قطع مانجا مثلا صغيرة ممكن بعد ما تقلبي الجيلي وكده بتحطيها وهي بتتماسك معاه. بحطها في التلاجة زي قد ساعة كده او ساعة ونص مثلا، وبطلعها بقى تبقى جميلة جدا ومتماسكة كده في بعضها. بقطعها بقى تبقى لذيذة كده طبقات فوق بعضها، والبطاطا مش باين طعمها كده زي العادية يعني، هيحبوها بالطعم ده جدا. هتبقى لذيذة وبسيطة وسهلة. ولو عندك مثلا كاندي برضو ممكن تحطي على الوش. يا رب تكون عجبتكم كده الطريقة، جربوها وبالهنا والشفا يا رب. ومتنسونيش بقى من اللايك والاشتراك ودعمكم للقناة. والسلام عليكم.